عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا معاينه جديده النهارده ان شاء الله باذن الله. رايحين نبص على العربيه. احنا دلوقتي عند هايبر في اكتوبر. في متابع جايب عربيه من على النت. العربيه دي موديل 12 بيتكلموا في 570,000. العربيه دي لو سليمه الكلام حلو، يعني لو سليمه الكلام في الفلوس حلو. فهننزل وهنشوف العربيه ان شاء الله باذن الله. مساعد انا لسه ما قابلتوش، هقابله دلوقتي هنشوف الدنيا فيها. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي دوس لايك عشان ان شاء الله تشوف فيديو يعجبك وهنشوف فيه معلومات جدا تكون مفيده باذن الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي حالا والراجل المفروض احنا مستنيينه. ها صوتك عادي صح؟ احنا مستنيينه دلوقتي. هنقعد على اي كافيه هنا نستناه. احنا في زايد، ويا رب يا مساعد ان شاء الله تطلع عربيه كويسه باذن الله. صلى على النبي. خلينا لسه واصلين. انا كنت هنا دلوقتي. هي دي اهي تمام. هنركن هنا اهي في المرايه شايفينها، وهننزل نبص عليها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وخليك طبعا العربيه اتفرج عليها. يعني في حاجات فوانيس دي مش حلوه، مفكوكه ومعموله مربوطه بمسامير. بص دي المسامير دي، الوشاش دي مش حلوه. بس شغل التوكيف كده اهي. قفلها بعشوائيه عشوائي. في هنا خط ايه شايفينها؟ عربيه مربيه معجون بره. اساسها حلوه. في حاجه زي كده تخوفك وتخضك. بص شايف شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ ما بتتغسلش، بس عربيه اساسها حلوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهم شغالين في المقاولات. يعني بصوا العده اهي زي ما هي بعبلها، ولا مظبط ولا غاسل ولا مروق. بس هي العربيه دي لو رقت هتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاحنا هنجرب دلوقتي. كل اساسها سليمه من جوه. مكان حلو. شغلت التكييف؟ شغلت تكييف تمام. يعني العربيه ايه معقوله. التكييف ده ضعيف، ده ساعة. محدش يحط ايده على الماسوره دي. ها ضعيف. مش عارف. التكييف ضعيف شويه. ضعيف شويه. التكييف عايز يسحب. ممكن شحن. تمام. هنخلص ونطلع تاني هنكمل كلام. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي نعمل التيست. تمام. على حظنا بقى عربيه الناموس اهي. كل ده ايه دي هتلاقي كل الكلام ده. تمام. محدش هيشوف حاجه. بسم الله. طبعا احنا قلنا قبل كده التيست بيبين حاجات كتير. في طريق طويل كده نجرب عليه الغيارات ولا كله هنا ضيق؟ ممكن تدخل كده شمال. ماشي. هنجرب بقى وهنرجع تاني. لسه عاملين التيست دلوقتي حالا. المفروض ان ده ابن الراجل هيدينا ابوه. اكلمه دلوقتي عشان هتكلم في سعر العربيه. خليكم معانا. ها الو. شوفوا كلموا على رقم تاني. طبعا احنا اتفرجنا على العربيه اهي. هو بيتكلم في 500 زي ما انا قلت لكم 75، ودلوقتي بيشيل 5000 جنيه. العربيه فيها شويه شغل بس سعرها حلو على حالتها. بس العربيه دي لو راقت وخدت شويه بواقي حلوين ووقفت هتبقى من الحلوين من الحلوين. ان اساسياتها حلوه وعربيه ماشيه حلو. بص لونها كله ده فرش جلد. هتشيل ده هتلاقي فرشها الاصلي. في حاجات كتير قوي فيها. هو الباب ده الكالون بيعلق ولا ايه؟ لا بس عايز ترجع لورا. برضه فيها شويه ضبط بيبان بتاع الكلام ده. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهنخلص ونقول لكم عشان الحاج عمال في التليفون مش عايز يحل. انا بعد الفيديو اللي انتوا شفتوه الاخير دوت مثلا ب4 ايام او ب5 ايام. يعني النهارده الحد احنا كنا شايفين عربيه يوم الاثنين. دخلنا لنا في اسبوع كده. المفروض ان هم اتصلوا بيه اكدوا عليه تمام ان احنا هناخد العربيه. بقالنا دلوقتي مثلا ساعتين بندور على شهر عقاري، ده اونلاين، ده حجز، ده كذا ده كذا، مش لاقيين. في اخر حاجه المفروض ان احنا اتفقنا قلت له هنعمل عقدين ابتدائي، ولحد دلوقتي انا ما شفتش الراجل. احنا طالعين نشوف. المفروض مستنيينه. هنكتب هنا العقد دلوقتي او على اي كوبي. قال لا تعالوا البيت. فهنطلع وهنشوف الدنيا فيها ايه. وخليكم متابعين معانا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويا مسهل. كل احنا نازلين من فوق اهو على السلم. كنا في الشقه اللي فوق عند الحاج. ناس محترمه وطلع فيهم حد متابع معايا على القناه. الامور كانت الحمد لله بفضل الله سهله وربنا ييسر. بس اخرنا فوق شويه. العربيه تحت شايفينها تحت الشجره دي. نازلين نستلم. والمفاجاه بقى ان معاذ ما بيعرفش يسوق.
خلي عبد الرحمن اهي شايفينها ياخد العربيه نوصلها له لحد لما هو يتدرب شويه. طبعا الكلام ده بحكي ليه بعيشكم معايا كأنكم كنتوا معايا واحنا بناخدها وبنزلكم معايا على السلم بالظبط كأنكم ايه معايا. العربيه دي خليجي، عربيه ما شاء الله حلوه وخدناها ويارس هما بيتكلموا ورايا كده. هنبص كده في يارس تاني مع الراجل اللي متابع معايا، هنبص عليه ويا مسهل هنكمل كلام كمان شويه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خليك بص احنا خلصنا بفضل الله. العربيه اهي دي اللي في المرايه شايفينها، هو سايق دلوقتي وجنبه عبد الرحمن عشان خاطر يبقى متمكن شويه ومطمن، يعني يتمكن شويه في العربيه ويطمن. العربيه اهي خلصنا بفضل الله، وهو الراجل كان مستني اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله، رب اديله خير ويكفي شرها. كان مستني حد يقوي قلبه وياخد القرار معاه، لان دايما اللي بيبقى في الحوار لوحده ما بيبقاش زي اللي بره اللي جوه الموضوع، ودايما بنقولها مش زي اللي بره الموضوع. ففي ناس بتبقى الموضوع ده بالنسبه له يعني متوتر قلقان، عايز حد يتقل قلبه يجمده شويه يساعده ينصحه وحاجات كتير قوي. فبفضل الله قدمنا له الكلام ده كله لحد لما ربنا يسر الحال وخدنا العربيه، والناس طلعت بفضل الله متابعين معانا ومتابعين وعارفين القناه يعني وعارفين توجهاتنا ودماغنا. فالكلام يعني كان اسهل شويه لما كل اللي بيبقى داخل عنده تحفظ اللي انت داخل تاخد منه العربيه وانت تاجر وناصح، فلما حد بيكون عارفك معرفه شخصيه بيبقى الموضوع اسهل شويه، بيخلي الموضوع فيه مرونه. اهي العربيه اهي شايفينها. فالموضوع كان بعد لما عرفنا بعض كان اسهل من في اول القعده ما كنا قاعدين. والحمد لله خلصنا في العربيه. خلصت بكام العربيه ديت؟ خلصت ب 568,000 568,000. يا رب يديله خير ويكفيه شرها. العربيه دي خليجي، جنط وارباك وما فيهاش ABS، بس الماتيريال بتاع العربيات دي زي الاوروبي غير خالص اللي هو الوكيل. فخلصنا الحمد لله. عرفنا نطلع فيديو تاني معاه عشان هو بيتكسف ماشي، ما عرفناش. حبيت اقول وجهه النظر وهو كان قاعد متفرج ما اتكلمش في اي حاجه، يمكن الكلام ده يقوله. بس خلينا نشوف دلوقتي اما نوصل العربيه وهو يوصل. هو سايق دلوقتي الحمد لله، سايق كويس متمكن، يعني مش زي ما هو كان مفهمني ان هو ما بيعرفش يسوق خالص، بس هو كويس في السواقه يعني. فيا مسهل الحال يا رب، يا رب يدي كل مشتاق وكل عايز عربيه ان شاء الله ربنا يديله احسن واحسن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لسه نازل من العربيه دلوقتي قاعد جنب معاذ، وقلت لكم يمكن اطلع فيديو تاني. انت ايه الدنيا؟ لا والله يعني ربنا يبارك لك، عربية 10/10 يعني ما فيهاش شعر الحمد لله، وحاجة زي الفل وجربتها في الطريق يعني ماشية تمام، تكييف شغال، كل حاجة فيها شغالة تمام. يعني ربنا يبارك لك والله يا عم خالد. عارف انها تعبتك برضه حبيبي حبيبي ودوشتك الفترة اللي حبيبي. فاتت دي العربيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. كمل كلامك عادي، انا بفرج الناس على العربيه. فلا والله ربنا يبارك لك. انا دي اول حاجة اركبها يعني، ولا هو على فكره ساق، انا كنت هو قال لي انا سواقتي ضعيفه بس ما شاء الله ساق كويس. العفشه بتاع العربيه معموله على الناس مهتميه بآلات الجر، انما الصالون زي ما انتم شفتوا والحاجات ديت قلت له كل الكلام ده كتالوجها. مفاتيح الاسبير سايبها لك، هو مفتاحها دي مفاتيحها، حاجتها كتالوجها كل حاجه العربيه. تكييف ما شاء الله الخليجي غير طبعا زي ما انا قلت لكم. فهو مش هيعمل حاجه في آلات الجر ولا زيت ولا حاجه ولا الكلام ده، هو هيركب العربيه كل اللي احنا عايزينه الصاج وغسله حلوه بس في العربيه بس. وزي ما انت شفت الكلام والورق وكل ده خلصناه بفضل الله كله الحمد لله تمام زي الفل. وانت كنت قاعد معانا والناس برضو يعني كانوا صعبين شويه، بس لما طلع بقى معرفه الدنيا فكت شويه. الحمد لله. ندعي له يا رب يديله خير ويكفيه شر. الف مبروك وربنا يستر عليك. وده كان الفيديو بتاع الالنتر، اخر فيديو واحنا واقفين عشان هو يكمل على حدائق الاهرام، وانا هلف وارجع تاني من الملف اللي جاي دوت. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايز اشوف التعليقات وعايز اشوف اللايكات كده واشوف الكلام دوت عشان القناه تكبر بيكم وليكم. صلى على النبي. خليكم متابعين معانا بفضل الله دايما جديد.